عجيب ربنا في محبته وفي اهتمامه بكل أحد. ربنا بيترأف على الناس في التجارب. يقول الكتاب: الله أمين لا يجربكم فوق ما تطيقون، لا يجربكم فوق ما تحتملون، بل يعطي مع التجربة المنفذ. في كورنثوس الأولى 10: لا يجربكم فوق ما تطيقون بل يعطي مع التجربة المنفذ. كانت تجربة شديدة جدا اللي وقع فيها أيوب الصديق، لكن ربنا اعطى له الاحتمال اللي يقدر يحتملها بيه. اوعوا تفتكروا ان ربنا بيكون قاسي ولا شديد لما ناس بيتعرضوا لتجارب شديدة، لا، هو بيعطيهم الاحتمال العجيب اللي بيقدروا يحتملوا بيه. الله من تحننه أعطى أيوب قلبا قويا يمكن أنه يحتمل به التجربة. دي طريقة ربنا اللي هو من رأفاته لا يترك أحدا فينا متعبا في حياته. وسط الضيقات كلها ووسط التجارب تجد الله الرؤوف المتحنن يتدخل ويعمل عمل خير للإنسان. شوفوا المزمور بيقول إيه: لولا إن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. آدي ربنا المتحنن الطيب اللي بيحمي أولاده من كل تعب ومن كل شر. يعني صدقوني حتى من غير صلاة، يعني ربنا عارف كما قال لنا السيد المسيح: أبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعرف أنك أنت تحتاج للرعاية فيرعاك دون أن تطلب. يعرف احتياجاتك فيعطيك دون أن تطلب، ويعطيك أكثر مما تطلب إن طلبت. دي طريقة ربنا في رعايته. ربنا يقول ما فيش مانع أنكم تدخلوا في التجارب، ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط. شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون أبيكم. هنا أعطانا الحفظ. ربنا المترائف المتحنن ترأف أيضا على الخطاة، ترأف على المرأة المضبوطة في ذات الفعل اللي الكتبة والفريسيون كانوا هيفترسوها ويقولوا شريعة موسى لازم تترجم. البشر القساة هم اللي كانوا بيقولوا إنها ترجم. أما المسيح فبكل رأفة وحنان أنقذها من أيديهم كما أنقذ العصفور من فخ الصيادين. المسيح المترائف المتحنن اللي أعطى وعد للص إنه يكون معاه في الفردوس. المسيح المتحنن اللي أعطانا 3 أمثلة عن التوبة في لوقا إصحاح 15: الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود، عشان يورينا ان باب التوبة مفتوح امام كل احد، مش بس مفتوح امام من يتوب، مفتوح امام من يبحث عنه الرب لكي يرجعه اليه. الابن الضال رجع
لكن الخروف الضال بحث عنه الرب وحمله على منكبيه فرحا، وكذلك الدرهم المفقود. الله المترائف المتحنن يقول حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. حيثما تكثر الخطية تزداد النعمة جدا. منين ما تكون في محاربات بالخطية تلاقي نعمة الله الحافظة، نعمة الله المترائف المتحنن تعمل لكي تنقذك من هذه الخطية. يتراءف حتى على الخطاة المساكين أمثال هؤلاء. من أجمل العبارات التي قيلت ما ورد في مزمور 103، بيقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. أدي رأفات ربنا. أكبر رأفة وحنان حدثت من أول البشرية إلى آخر الدهور هي أن المسيح حمل جميع خطايانا، جميع الخطايا لجميع الناس في جميع الأزمنة والدهور، حملها وهو القدوس. عايز رأفة أكتر من كده؟